تعالي بقى لما أقولك النهاردة الأكلة المحببة والقريبة لقلبي. أكلة سريعة جدا، مش بقف في المطبخ أكتر من ربع ساعة وبتبقى جاهزة معايا. تعالوا نبدأ وأقولك عملتها ازاي النهاردة. أحلى طاجن هتاكليه في حياتك. يلا بينا نبدأ ونشوف عملته ازاي. معايا حلة أو طاسة أو أي حاجة بس تكون كبيرة كده، هنزل معايا بمعلقتين من زيت الزيتون أو أي زيت، وأحط عليه مكعب من الزبدة. هقلبهم كده، ولازم الطاسة بتاعتي والزيت والزبدة يسخنوا كويس جدا. وهنزل عليهم بمكعبات اللحمة. مكعبات اللحمة صغيرة، مش ببقى عاملة اللحمة كبيرة، بتبقى مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة كده. وبنزل بيهم واحدة ورا التانية، ويكونوا متفردين كده بعيد عن بعض، ما يكونوش على بعض، علشان أنا عايزة كل قطعة فيهم تاخد اللون وتتشوح ويبقى لونها بني زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. مش بحطهم على بعض، بحطهم متفردين بالشكل ده. ولما اللحمة بتاعتي بتاخد لون بقلبها بالشكل ده، وبفضل اقلب واحدة واحدة برضو، مش بحطهم على بعض. بقلب واشوح في اللحمة بتاعتي لحد ما بوصل للون يكون بني. وعلشان اوصل للون ده هتاخد معايا دي 3-4 دقايق كده على النار. بس مفيش مشكلة خالص. هحط عليهم ورقتين من اللوري، وهحط عليهم عودين من القرنفل، وهغطي واسيبها دقيقتين 3. هتلاقيها بقت بالمنظر ده. طبعا كل شوية تشيلي الغطا وتقلبي فيهم شوية، ولما نوصل للدرجة دي من لون اللحمة بشيل ورق اللوري وبشيل عودين القرنفل برضو. وبعدين هزود الخضار بتاعي او الحاجات اللي هزودها بعد كده. هنا شلت واحدة من القرنفل، وهلاقي واحدة بعد شوية. حطيت بقى البصل بتاعي المتقطع مكعبات، بس المكعبات كبيرة شوية. الخضار بتاعنا هنعمله متناسق مع قطع اللحمة، يعني الخضار بتاعي هقطعه يكون كبير شوية. دي التانية من القرنفل اديني طلعتها، وهفضل اقلب واشوح في البصل مع اللحمة لحد ما البصل بتاعي يدبل بالشكل ده. وانا بقلب كده بقطع باقي الخضار بتاعي. كنت قطعت البطاطس وغسلتها وصفيتها من المية كمان. رجعت زودت البطاطس على الطاسة بتاعتي زي ما انت شايفة كده. بتفضلي تقلبي وايدك في الحلة على طول وانتي بتشوحي وبتقطعي الخضار بتاعك. هنا بقى نزلت بالجزر، جزر متقطع مكعبات صغيرة بالشكل ده. وهكمل بقى تشويح وتقليب في الطاسة لحد ما كل الخضار ده يتشوح كده مع بعضه، وكل الطعم بتاعه يدخل في بعضه زي ما انت شايفة كده. يعني الألوان خطيرة، يعني طاجن من الآخر بجد. وهنا بقى هنزل معايا بالفلفل، فلفل أخضر، فلفل ألوان، المتاح عندك حطيه مفيش مشكلة خالص. ممكن كمان تحطي بسلة. الخضار اللي بتحبيه والمتوفر عندك في التلاجة تقدري تحطي منه في الطاجن ده. طاجن لحمة كده بالخضار من الآخر. هنا بقى هحط التوابل معايا: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، مكعب من المرقة، كزبرة وبابريكا، حبهان مطحون بقى مع رشة من جوز الطيب. ودلعي اكلك كده بالبهارات والتوابل اللي بتحبيها. ولو في حاجة مش متوفرة من اللي قلت عليها مفيش مشكلة، تقدري تستغني عنها تماما. هقلب بقى واشوح بالشكل ده. واخر حاجة هنزل بيها هي مكعبات الطماطم. دي اخر حاجة بحطها. بحط مكعبات الطماطم بالشكل ده، وهديهم تقلبتين برضو كده. وبعدين هزود معايا معلقتين 3 من الصلصة. هحطهم على كوبايتين من المية السخنة بالشكل ده، مية سخنة من الكاتل. حطيت عليهم معلقتين 3 من الصلصة، قلبتهم مع بعض ونزلت بيهم على الخضار بتاعي بالشكل ده. وكمان هزود رشة من السكر دلوقتي، وهغطي واسيبهم بقى. تقدري تزودي عصير طماطم على فكرة، مش لازم صلصة يعني. وهنا هنزل برشة السكر زي ما انت شايفة كده، وهقلبهم واغطيها واسيبها تاخد غلوة على البوتاجاز زي ما انت شايفة. عايزة تكملي السوا بتاع الخضار واللحمة بتاعتك على البوتاجاز بالشكل ده، تقدري تكملي سواها على البوتاجاز. ولو احتاجت مية تقدري تزودي لها. مش عايزة وعايزة تعملي زيي، ودي الخطوة اللي انا بحبها جدا، بحط الخضار بتاعي في الطاجن وبدخله الفرن. وده شكله بعد ما خرج من الفرن. احلى طاجن لحمة بالخضار هتاكليه في حياتك حرفيا، طعمه حلو جدا. وما تنسيش تحمري اللحمة كويس زي ما وريتك في الاول كده، بتدي تيست عالي قوي للطاجن بتاعك. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. وعايزة اقولك ان لسان العصفور ده عملته من غير شوربة لحمة ولا شوربة فراخ، وهنزل لكم الطريقة بتاعته بعد الفيديو ده على طول. استنوا الطريقة بتاعت لسان العصفور.
كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتقولوا لي ايه رايكم في الاكل بتاعنا النهارده. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل. وعايزه افكركم المسابقه بتاعتنا لسه شغاله، واللي بينفذ شروط المسابقه بكتب اسمه في السحب، واللي بيكسب معانا بياخد $50. والسحب بتاعنا قرب جدا على فكره، واشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.